الفيديوهات المظلمة والكئيبة كتلقاها في أغلب مواقع الإنترنت إلا في اليوتيوب. باش تلقاها القضية صعيبة شوية. في الفيديو هذا ماشي ضروري غادي نتكلم على هاد الفيديوهات، ولكن غادي نوري لكم قنوات محدها غريبة ومظلمة خلفها أسرار وخبايا كونت لنا قصص كاملة. Is one team of paranormal trackers is on a mission to uncover the otherworldly, mysterious creatures. هارلي ديلي هي قناة كتبان لك مجرد قناة لطفل صغير كيلعب ألعاب الفيديو ويبارطاجيها مع المتابعين ديالو. بالحق القناة غادي تحول لقناة غامضة وعندها أسرار عديدة حتى حد ما انتبه ليها. بعدما أصبحت القناة توجهوا لمحتوى مختلف نوعا ما، محتوى كيطلع فيه هارلي براسو كيتكلم مع المتابعين ديالو. بسبب كثرة المشاكل اللي ولات كطرا مع الأم ديالو، ولات قناة هارلي هي المهرب الوحيد اللي كينسيه في الواقع اللي عايشو، ولا كيعبر فيه عن إحباطه بزاف. شوية بشوية بدات الأمور كتطور وأصبح الإحباط هذا أكثر من مجرد إحباط. هذا الإحباط خلى هارلي ينزل واحد الفيديو بعنوان أنا خايف. Probably one of my worst days in my life. My mom wanted me to go with her to go get a friend, and I said I don't want to. I have work to do, so I want to go home and stay. She said no. We argued for about a good 5 minutes. She said, "Who do you think that first call was to?" And she said it was the police, but I knew it wasn't. So she lied to me to get me scared, and she locked me out of the house. So right now I'm outside. Yep, the house is locked. It is 3:30. I haven't ate anything. My mom's gone. She won't answer the phone. في جو بارد لساعات طويلة بدون أكل أو شرب بسبب خلاف تافه بين هارلي والأم ديالو اللي خرجت من الدار وشدت من موراها الباب في وجهه. أنا ما كيبان لي بلي الأم ديالو ماشي هي بوحديتها اللي كانت كتصرف معاه خايب، حيت بعض المقاطع اللي كنكيلو هارلي كان واحد الصوت كيتسمع وسط الفيديو اللي هو الصوت ديال الأب ديالو وهو كيعاير ويسب في الأخ الصغير ديالو. هادشي كامل غير حيت طيح كاس ديال الماء بالغلط. My dad's being an asshole right now. في هاد اللقطة بالضبط كنشوفوا بلي ماشي غير الأم اللي كانت كتعامل مع ولادها قبيح، اللي ما كناش متوقعينه هو أن الأب طلع خبيث أكثر منها. هارلي حدا هاد الوالدين ديالو ما بقاش كيحس بالراحة والطمأنينة من بعد ما تحول هاد الإحساس إلى خوف ورعب حقيقي خلى هارلي يخرج الكلام بحال هيدا. This is a very serious one. I'm not even gonna ask for likes and subscribes. I just want you guys to wish me good luck because the future could hold bad things for me. I don't want to find out what that could mean. كان واضح بلي العلاقة ديالو مع الأب والأم ديالو كتجيب القلق. نهار 11 ديسمبر 2019 هارلي غادي يلوح واحد الفيديو كيما باقي الفيديوهات اللي كان كينشر في القناة ديالو. الحق هذا الفيديو غادي يضرب له أكبر نسبة مشاهدة حيت غادي يكون هو آخر فيديو غادي ينزل هارلي في القناة ديالو وإلى الأبد. في واحد الصباح اللي بارد هارلي كان كيشتكي من ألم فظيع في المعدة ديالو وما كانش قادر يمشي للمدرسة. الأم فكرت باللي أن الابن ديالها كان غير كيتبع وحط عليها ونوضت وبزز من الفراش. خرج هارلي وفي طريقه متوجه للمدرسة. المفروض أنه غادي يمشي يقرا وغادي يولي. الحق هارلي ما غاديش يولي يرجع للدار. دازت 24 ساعة وهارلي ما كايناش حتى الريحة ديالو. دازت أيام وأيام وولات أسابيع وهارلي مختفي بالكامل بالرغم من بحث المحققين عليه. من نهار اللي خرج هارلي حتى حد ما شافه أو لا سمع عليه شي أخبار. الحق نهار 13 يناير 2020 بعدما رجع الشرطة فقدوا الأمل في البحث على هارلي جاهم واحد الخبر باللي جبروا واحد الدار مهجورة. كخطوة أخيرة افترضوا المحققين ربما أنه غادي يلقاو شي حاجة على هارلي. من مورا ما دخلت الشرطة لهاد الدار كانت الصدمة. تفاجئوا بوجود سبرديلة ونضادر وحوايج طايحين في الأرض وكانت هاد الأغراض تبع لهارلي. وهادشي كامل لقاو الشرطة أن هاد الحوايج اللي تابعين هارلي لقاوهم حدا واحد المدفأة. بعد ما داروا التحقيق ديالهم لقاو أن جسم هارلي أو بالأحرى الجثة ديال هارلي من داخل ديك المدفأة. ديك البلاصة كانت ضيقة بزاف واللي فكرتني في راين الله يرحمه مسكين. بناء على التقارير الرسمية اللي نزلت من قبل الشرطة ذكروا بلي أن هارلي أيام ما يدق باب هاد الدار باش يطلب المساعدة غادي يستوعب بلي الدار ما كان فيها حتى واحد باش يتجنب مسكين البرد. قرر يدخل للدار من فوق ديك المدخنه. الحق ملي جاي يدخل من ديك المدخنه هارلي غادي يزلق ويطيح. حاول كاع المحاولات باش يحيد السبرديله ديالو ويخفف الوزن ديالو. الله وعسى يخرج من ديك الضيق اللي كان فيه. زعما مسكين بغى يقلص الحجم ديالو ولقى شي وسيله باش ينقذ راسو من ديك الضيق اللي طاح فيه. الا ان الخطه انتهت بالفشل وانتهى المطاف بهارلي مخنوق في البرد توفى بواحد الطريقه اللي كتطور في الخاطر. بعد ما داروا المحققين التحقيقات ديالهم ولقاو الجثه
الموتة. اعتبروا بلي هادشي كامل ترى ربما تكون مجرد حادثة فقط، وراهي بالفعل كذلك. ولكن بعد ما انتشر الخبر ما بين الناس، انتشرت قناة هارلي ولات عندها واحد الشهرة كبيرة. شافوا معاه المشاكل وسوء المعاملة اللي كان كيتعرض ليها هارلي من طرف الاب والام ديالو. بالرغم هادشي اللي ترى كان مجرد حادثة، كنشوف باللي سبب الموت ديال هارلي هما الوالدين، بحيث ان النهار اللي اختفى فيه هارلي ما تحركت فيهم حتى شعره. ما غادي يعيطوا، ما غادي يسولوا، ما غادي يمشيو للشرطه، عيب وعار عليهم. كانوا عارفين باللي الجو كان بارد برا، وهملوا الابن ديالهم بهذه الطريقه. بزاف عليهم كلمه الابوه. قصه هارلي كتعبر باللي ان الاطفال يستحقوا الوالدين، لكن ماشي كاع الوالدين يستحقوا الطفل. كيم تشين كانت قناة غريبة من النظرة الأولى. غادي تلاحظ الغرابة اللي في هذه القناة ماشي عادية. اللي زاد في هذه القناة تبان غريبة بأن كيم تشين كتنشر أكثر من 10 فيديوهات في النهار وهي جالسة في نفس الغرفة. وبناء على هذا الوقت والساعات اللي كانت كتنشر فيهم الفيديوهات، إلا حسبتيها مع راسك غادي تكتشف باللي أن كيم تشين يمكن مريضة مسكينة وما كتطلعش مرة من الدار. المحتوى ديالها ما كانت كدير فيه والو، مجرد كانت كتصور وتنشر الفيديوهات ديالها وهي كتفرج في التلفازة على نفس المحتوى وفي نفس الوضعية وفي نفس الغرفة. دازت أيام وأيام حتى ولات كيم كتصور في بلاصة أخرى من غير ديك البلاصة اللي كانت كتصور فيها الفيديوهات ديالها في الأول. كما كنشوفوا باللي ديك الرواق اللي كان مورا ديك التلفازة الأغلبية ديالو كنشوفوها في سبيطارات. وهنا غادي نعرفوا ان هاد كيم اصبحت الان في المستشفى. بعض المقاطع ديالها كما كتشوف يدها كانت كتزعزع بسبب المرض ديالها، وهذه اشاره كافيه على تدهور صحتها. كيم مسكينه من النهار الاول وهي كتعاني وكتواجه مرض معين، بعد ما اصبحت الحاله ديالها اسوء من اللي قبل. انتقلت للسبيطار، وهذا الشيء ما منعش باش تنشر فيديوهاتها مع المتابعين ديالها. دازت الايام والناس كانت مولفه تشوف الفيديوهات ديال كيم، كيتفاجئوا بان كيم ما بقاش كتنزل حتى فيديو. القناه اللي كانت كتنشر اكثر من 10 فيديوهات يوميا بشكل مستمر لسنوات طويله، من المستحيل توقف تنزيلات الفيديوهات بشكل مفاجئ بدون اي سبب. كنظن باللي ان كيم تشين توفات مسكينه.